بيبدا الفيلم بتاعنا بثلاث اشخاص بيقرروا ان هم يسرقوا بنك، وهم مايك وراسل وجابي، وبيكونوا بينفذوا العمليه ديت لحساب مافيا روسيه، واللي الزعيم بتاعها بيكون اسمه سفيلي. وبيكلموا الثلاثه وبيقولوا ان العمليه دي هتكون صعبه جدا، وعلشان كده هيجيبوا اتنين معاهم وهم فرانكو وماركوس، والاثنين دول كانوا ضباط شرطه ولكن فاسدين جدا. وبيقول لهم جابي ان انا عارف ماركوس ان هو اتدرب معاه اصلا قبل كده. وهنا بنعرف بقى ان جابي كان ضابط شرطه سابق، وكان باسيلي صاحب العصابه الروسيه كان متهم بجرائم كتير وعلشان كده دخل السجن، وحاليا مراته هي اللي شغاله مكانه في العصابه. وقد جاء اليوم الموعود، بنشوفهم كلهم متجمعين في العربيه وخلاص هينفذوا المهمه بتاعتهم. وراسل بيقول له انت متاكد من العمليه ديت ان هي هتنجح؟ وبعد كده بيكتب على ايده حاجه كده، وعلى الناحيه الثانيه بقى بنشوف مرات باسيلي اللي بتجي لها رساله وبعد كده بتطلع بره في الجراج، ودي بالمناسبه بيكون اسمها ايرين اللي بتفتح شنطه العربيه وبتكون مكتفه الاثنين دول ومعذباهم بمعنى الحرفي، وكل دوت عشان خانوها، هو دوت اللي يستحقوا اللي يخوني. وبعد كده بنروح لماركوس اللي بيتجهز وبيودع مراته. بنرجع للعربيه اللي فيهم الخمسه، والخمسه على طول بيتجهزوا وبيكونوا متوترين شويه، ولكن بعد كده بينزلوا قدام البنك وبيخشوا جوه وبيضربوا الحراس وبيهددوا كل اللي موجودين هناك، وبيكون راسل مستنيهم في العربيه وبيراقب كل حاجه حواليهم علشان لو في خطر يقول لهم وكده. رئيس البنك بيكون هيهرب ولكن على طول بيجروا وبيمسكوه، والخبر بينتشر على طول ان في بنك بيتسرق. رئيس البنك بيكون عايز يتخانق معاهم ولكن هم على طول بيوروه ايوه ان هم عارفين عنه كل حاجه، ولو عمل اي مشكله معاهم هيقتلوا عيلته بالكامل. بيخشوا عند الخزان، مايك بيقول له اخلص يلا، وراسل اللي بيستعجلوا بيقول له بسرعه الشرطه جايه دلوقتي. مايك بياخد منه المفتاح وبيفتح هو الخزانه، والتاني يا صديقي بيطلع في الفلوس وبيقدر ان هو ياخد الصندوق اللي هو كان جاي علشانه. بيطلع الاول من الباب الخلفي وبس اللي بيقول لهم يلا بسرعه مش ناقص غير ثانيه والحكومه توصل. وفعلا بيطلعوا من البنك وبيكونوا سايبين على باب البنك متفنجرات. الاربعه بيطلعوا بيركبوا العربيه، واول لما بيمشوا هوبا المكان بيفرقع على طول، والحكومه بتجري وراهم، ولكن الصدمه بتيجي على الخمسه. ايوه في سموك بيضرب في العربيه هم مش شايفين اصلا، وساعه العربيه دي بتخبط فيهم وهم بينزلوا منها على طول. وبس اللي بيكون شايف ده كله وفرانك اللي بيطلع على العربيه ديت وعمال يقتل في كل اللي بيقف قدامه. فرانك بيروح عند الشخص دوت وبيقول له افتح لي، فما بيرضاش صديقي فبيكسر عليه الازاز ويلا طريق السلامه انت بقى يا معلم. وبس اللي بيكون شايف ده كله متمزج جدا بيحط قنبله في الشنطه بتاعت العربيه ديت وبتفرقع، وكده نقدر نقول ان العمليه نجحت يا معلم. وبعد كده بيروح عند الجراج دوت وماركوس حرفيا عمال يهزق فيهم بيقول لهم انتوا شايفين انتوا عملتوا ايه في الفلوس؟ فرانك بيقول لهم على فكره انتوا كنتوا المفروض تكونوا شاكرين ليا علشان لولا انتوا ما كنتوش تعرفوا تعدوا. بس اللي بيرفع السلاح ولكن هم بيقولوا نزل السلاح دوت ولا هتزعل، ولكن فككم بقى من العبط دوت احنا لازم نمشي دلوقتي. وفعلا كل واحد بيركب حاجه، وقبل ما يمشوا بيفنجروا في العربيه بتاعت الدليل. بعد كده راسل بيتكلم مع اخوه جابل وعمال يهزق فيه حرفيا، وكل دوت بسبب العبط اللي هو عمله في العربيه. وبيقولوا له لا انا وماركوس انت زمانك دلوقتي مقبوض عليك. وبيقول على فكره ماركوس وفرانكو هم هيقاتلوا تاني عشاننا، فبيقول له على فكره انا مش فارق معايا ده كله يلا بقى سلام. وبعد كده بيروح يقابل مايك وبيقول له على فكره ان جابي كان ضابط شرطه قوي جدا ومحدش كان بيقدر ان هو يقف قدامه، وهو بقى له 6 اشهر بيحاول كشرطي جديد. فبيقول له خلاص يا عم. وبعد كده بيروحوا للمكان الغريب دوت اللي شكلهم كده يا صديقي ايوه بيقتلوا البشر، ومايك بينزل عند الشخص دوت وبيديله الشنطه دي، ودول رجاله ان هي كانت مكلفاهم ان هم يسرقوا الشنطه ديت. بعد كده بنشوف الشخص دوت وهو بيتمشى وبيشوف مجموعه من الناس بيتكلموا عن النظام الفاسد وان المدينه بتاعتهم حرفيا غرقانه بالاغتصاب وقتل كمان والسرقه، وهم دول الشياطين الحقيقيين فعلا. او نشوف الشخص دوت الصديقي اللي بيحتف عليهم بما اعرفش بكام قرش وكده، ودوت الصديقي بالمناسبه بيكون محقق واسمه ليان، وهو هيحقق في العمليه اللي اصدقائنا سرقوها. وبيقولوا له احنا دلوقتي هنراجع الكاميرات ونعرف مين الاشخاص دول، لكن هو بيقول لهم بدون اي فايده الاشخاص دول ما كانوش جايين هنا علشان يسرقوا الفلوس، لا هم كانوا جايين هنا علشان يسرقوا صندوق معين، ومحدش اصلا عارف ايه الصندوق دوت ولا ايه اللي جوه اصلا. ليان بيسال رئيس البنك وبيقول له انت عارف الناس ديت شفتهم قبل كده؟ فبيقول له لا طب ايه اللي خلاك تخليهم ان هم يخشوا المكان دوت؟ فهو بيقول له ان هم وروني صور لعائلتي وقالوا ان هم هيقتلوهم بالكامل. فبيقول له تمام. وبعد كده بنشوف كريس وهو بيروح لقسم الشرطه وبنشوف الشخص دوت وبيقول لهم الكابتن مستني اي بلاغ عن العصابه ديت. يا سميث انت عملت اي حاجه؟ لا انا ما عرفتش اعمل اي حاجه ولا اعرف اصلا شكلهم. وفوق كل دوت في الصباح الباكر على الجسر نتعرض لهجوم، ده احنا حرفيا بدون اي فايده، والخمسه دول على ما اظن هم عايشين في مكان واحد، واحنا لو عرفنا نوصل لواحد فيهم هنقدر ان احنا نجيبهم كلهم. وعلى فكره محقق ليان هيجيبهم عاجلا ام اجلا. وانت يا كريس انت جاي منين كده؟ القطعه الثانيه كلهم بيضحكوا عليه بيقولوا له انت كنت هناك وانت كان معاك سلاح ما عرفتش تعمل اي حاجه صح، ده انت بدون اي فايده. وماركوس هو كمان بيكون هناك عشان هو اصلا ضابط شرطه، وهم الاثنين في فريق واحد علشان يحققوا في القضيه. وبيتصل مايك بفرانكو وبيقول له احنا هنتقابل بعد يومين علشان اخد منك فلوس العمليه. ومايك هو ماشي كده وراح يركب العربيه بتاعته، العربيه دي بتقف قدامه والشخص ده بيقول له تعالى معايا، فبيقول له تمام. وهو بيكون رايح عند ايرينا علشان يشوف ابنه اللي بيكون فرحان جدا بيه. وانا بنعرف بقى ان ايرينا دي اخت مرات مايك، وهي بتقول له مش هديك الفلوس بتاعتك غير لما تنفذ العمليه الثانيه اللي انا هقول لك عليها. وعلى فكره انا اختي غبيه علشان كده اتجوزت واحد زيك، وعلى فكره انت عندك ابن كيوت جميل جدا وشايف الواد ده بيحبني جدا، فتخيل بقى لو ايه اتقتل. فابو لا انت قصدك احنا نفذنا اصلا الاوامر اللي انت قلت عليها، انت المفروض تدينا فلوسنا. فهي بتقول انا عارفه. ومايك بيشوف مراته لينا وبيلاحظ جوه في الغرفه ديت عمال فرداليين. فابو لا انت عايزه يا لينا، لكن هي يا صديقي بتطنش وبتكلم الشخص دوت، وهي بتقول انا بتكلم مع مايك دلوقتي كنت بناقش معاه على عمليه كده. وعلى فكره هو متوتر جدا
ان هو مش عايز يعمل العمليه ديت، لكن هو بيقول له انت قصدك ايه يعني؟ العمليه ديت لازم تتنفذ عاجلا ام اجلا، انت شغاله معايا فاهم ولا؟ العمليه دي لازم تتنفذ. فهي بتقول له تمام. وده بيكون جزء اللي بيقول لها عشان ينفذ العمليه احنا لازم نخليه تحت ضغط. وبس اللي بيقول انا عايز اخرج من السجن، انا مش هخلي اللي جواه، يلا بقى. وبعد كده مايك بيتصل باللاسل وبيقول له على فكره الينا مش عايزه تدينا الفلوس بتاعتنا على الرغم ان احنا نفذنا لها العمليه اللي هي طلبتها، احنا لازم نتجمع بسرعه. وعندي راسل بقى صديقي اللي الشخص ده بيظهر من وراه بيحط الكيس ده فوق دماغه، ودوت واحد من رجاله الينا. وعند الاربعه اللي بيكونوا مستنينه وبيتكلم مايك معاهم وبيقول لهم ان الينا رافضه ان هي تسلمهم الفلوس بتاعتهم تماما، احنا دلوقتي لازم نعمل ايه معاها. وعلى فكره العمليه ديت تساوي اكتر من 3 ملايين، ده فوق الحصه بتاعتنا لو احنا نفذنا العمليه ديت، لكن كلهم بيعرضوا. وعلى فكره الغلطه دي بتاعتك انت لو وقعتنا مع العاهره ديت. وعلى فكره الفلدليين كانوا هناك، انت قصدك ايه يعني؟ هم شغالين معاهم اكنهم عائله، والعائله دي سعيده جدا. وساعتها في عربيه بتخش عليهم وهم بيتجهزوا. هنا الصدمه صديقي، ايوه ده اريس اللي بيكون حرفيا في حاله يرثى لها. مايك بيحاول يتكلم معاه ولكن مش عارف يتكلم معاه تماما، واخر لما بيزهق صديقي بيرفع عليه المسدس وهوبا بيقتله. وسط صدمه جابه يا صديقي على اخوه. وعندي الينا مرات ماركوس اللي بتروح للبيت وما بيكونش طايق اختها خالص. وعند الين اللي بيكون لابس الوش دوت واللي معاه بتقول على فكره انت عبقري جدا. وبقول لها انا هتفق ان دول عصابه حرفيا مهريين جدا اللي ما بيسيبوش حرفيا دليل واحد وراهم. وعلى فكره في واحد معاهم عسكري. وبعد كده الاربعه بيتجمعوا وجابي يا صديقي اللي بيكون زعلان جدا. ومايك بيقول لهم على العمليه اللي هم هيعملوها. وبقول لهم مايك ان مطلوب منهم سرقه ملفات من مبنى بتاع الشرطه. وعلى فكره احنا هناخد فلوس كتيره جدا. طب العمليه دي هتاخد كام دقيقه؟ 4 دقايق 5 دقايق؟ لا ده هتاخد 10 دقايق. انت قصدك ايه؟ احنا بنخرج اصلا في 3 دقايق. على فكره هيتقتل واحد فينا لو ما خرجش في خلال ال3 دقايق دول، واحنا هنستخدم الكود 999 والكود دوت هيوفر لنا 10 دقايق كمان، يبقى احنا كده معانا 20 دقيقه. وبعد كده ماركوس وفرانكو بيروحوا يحققوا في القضيه ديت، وبيكون كريس معاهم في فريق التحقيق. وعمليه القتل ديت يا صديقي بتكون بشعه بمعنى الحرفي. القاتل يا صديقي قتل 3 اشخاص وقطع رقبتهم وحطهم فوق العربيه ديت. وكريس ما بيكونش فاهم ايه اللي خلى العصابه تعمل كده. وبعد كده بيروح يشوف الشهود علشان يحقق معاهم وكده. انتوا كنتوا موجودين اثناء الحادثه صح؟ ما تتكلموا، انا بسالكم ما تردوا. انتوا ما عملتوش اي حاجه صح؟ لكن هما بيقولوا انت كنت بتتكلم معانا يا الحقير ولا ايه؟ انت شكلك عايز تموت. فبيقول له اتكلم معايا عدل. وساعتها بيهجموا عليه ولكن ده بيعمل معاهم الجلاشه يا معلم. وفي الاخر الحكومه بتتجمع عليهم وبتكتفهم واحد واحد. وبيروح ماركوس يتكلم مع كريس وبيقول له على فكره اللي انت عملته دوت غلط، انت اتخانقت مع عصابه والعصابه دي كبيره جدا. فبيقول له انت اتعلمنا اتكلم ازاي؟ اصلا هم شتموني وجرحوا مشاعري. فبيقول له طب احنا في الشارع وانت ظابط ودول اصلا ايه مجرمين، وبالذات اللي انت اتخانقت معاه بالذات دوت ليه هيبه كبيره جدا في العصابه اللي هو فيها واسمه لويس بنتو. انت ما ينفعش تعمل مشاكل مع رجاله العصابات. وبعد كده الاربعه بيتجمعوا علشان ينفذوا الخطه بتاعتهم، وهم هيستخدموا الكود 999 ودوت بيستخدم لما ظابط بيتقتل كل الوحدات بتاعت الشرطه بتتجمع عند الشخص اللي استخدم الكود دوت. وبسبب كده هيبقى معانا وقت طويل جدا نعرف ان احنا ننفذ في العمليه براحتنا. وبعد ما جابي ومايك بيمشوا بيكلم ماركوس مع فرانكو وبيعرفه ان هو محترض اصلا ان هم يقتلوا الشرطي. فبيقول له انا اللي هعمل كده بنفسي، انت بقالك 5 سنين على فكره خايف جدا وبتفضل تهين في نفسك، انا مش عندي اي مشكله هقتل الشرطي اللي انا عايزه، مفهوم؟ وبعد كده كريس بيقابل عمه قال ان اللي هو المحقق. بيقول له يا عم انا عايز اعمل فريق. فبيضحك عليه بيقول له انت يبقى معاك فريق؟ بيقول له يا حبيبي احنا الظباط، ريح دماغك بقى، لو انت عملت فريق هترجع ميت، فاهم؟ انت بتهزر معايا؟ لا انا قلت لك انت لو عملت فريق انت هتموت، اخرس بقى. وعلى فكره احنا ممكن نكون متراقبين دلوقتي، انا برعاك، انا مش هفضل كل شويه تروح يمين انا اجي معاك. وبتروح الينا تقابل مايك وهو بيفرح جدا اول لما بيشوفها. وبقول لها انت اتاخرت. فهي بتقول له انت محظوظ اصلا انك شفتني، على فكره انا بشوف اختك اكتر منك على الرغم انك حبيبتي اصلا. فهي بتقول له سيبك مني انا دلوقتي هخرج وهرجع كمان ساعه. وتاني يوم مايك بيروح يقابل ارينا. الحارس بيقول له قبل ما تخش انا هفتشك. فبيقول له تمام بس دخل ابني الاول. وفعلا بيخش وهي بتقول انا عايز اتناقش معاك في حاجات كتيره. فهو بيقول لها انت عايز ايه يعني؟ انت هتتكلمي عن ريسل صح؟ انت لو هتتكلمي عن الموضوع فخلي فريقك يبعد عني، فاهمه ولا لا؟ بتقول له انت لازم تفهم الموضوع بيمشي ازاي. فهو بيقول لها تفهميني يلا. ولكن انا لقيت الطريق اللي انا هخش بيه المبنى القومي واحنا كده هنقدر ان احنا ننفذ العمليه بدماغ انا مش بدماغك انت. وبعد كده بنروح لكريس اللي بيكون متضايق جدا. حبيبته بتقول له يا ابني ايه اللي مضايقك كده؟ فهو بيقول لها سيبيني لوحدي شويه. فهي بتقول له خلاص براحتك. وبيتجمع مايك مع باقي فريقه وبيقرروا ان هم يقتلوا كريس. ودوت عشان المحقق قال اول لما يعرف ان ابن اخوه اتصاب هيبعت كل الوحدات الشرطه للحادثه. بعد كده مايك وجابي هم الاثنين بيقعدوا لوحدهم ولكن مش طايقين الفكره. فمايك بيقول له احنا مش عايزين نقتل كريس ولكن احنا لازم نفكر في الموضوع، اعتبرها اكنه مشروع خيري، مشروع خيري لا اكتر ولا اقل. لكن جابي معارض على الموضوع تمام وبيقول له يلا خد بعضك بقى وغور في داهيه. وبيقول على فكره راسل اخويا لو كان موجود كان زمانه لقى حل افضل من دوت بكتير. وتاني يوم ماركوس وكريس بيكونوا راكبين العربيه ديت ورايحين لمكان معين علشان يقابلوا شخص معين علشان ياخدوا منه المعلومات علشان يفيدهم في التحقيق بتاعهم. وماركوس بيسيبه في العربيه وبيروح للحته ديت. هو على طول بيطلع من العربيه. الاثنين دول بيقولوا انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت شرطي صح؟ انت جاي انت وزميلك عشان تقبضوا علينا. فبقول لهم يلا حبايبي روحوا المدرسه. فهم بيقولوا ما هي دي المدرسه بتاعتنا، انتوا عبطوا ولا ايه؟ ساعتها ماركوس
بيجي لهم وبيقول لهم يلا خدوا بعضكم وامشوا ولا اقضي عليكم، وساعتها الاتنين بيمشوا.